السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. هنعمل النهاردة حلقة مشويات حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله، وهقول لكم على طريقة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله في يومنا النهارده. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. هنعمل النهارده تتبيله الفراخ المشويه بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. معايا هنا بصلايه كبيره، انا كل ده على حسب الكميه اللي انا حطاها، على حسب كميه الفراخ واللحمه اللي انا هشويها. تمام. يعني انا عامله كميه كبيره حاطه الكميه دي، لو انت عامله كميه صغيره هتقللي طبعا الكميه. انا حاطه بصلايه كبيره وحاطه 4 طماطميات كده حلوين، ولو 3 كبار مفيش مشاكل. قرنين فلفل حامي كده وقرنين فلفل رومي، ولو عندك فلفل حامي احمر او عندك فلفل رومي حطي فلفل رومي احمر، حطي بيدي طعم وبيدي لون برضو في نفس الوقت. هقطع بقى كده البصل والفلفل والطماطم وكله مع بعض مع بعضه كده في الخلاط. الطريقة بتاعتنا النهاردة فيها تكات حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله، وهتخلي طعم الفراخ بتاعتك المشوية طعمها مميز وجميل جدا. الفلفل الحامي بيدي طعم للتتبيلة تحفة جميل جدا، جربوه. هقطع بقى كل كمية الخضار اللي معايا في شفشق الخلاط بالشكل ده. عايزة بقى لايك منكم حلو قوي للفيديو النهاردة علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، وكمان غيرك يستفيد من الفيديو زي ما انت ما استفدتي بالظبط. معايا بقى هنا توابل، معايا زعتر ومعايا روزميري ومعايا ملح وكمان سكر. هنزل بالكمية بتاعتي، وزي ما قلت لكم كمية التوابل او الخضار على حسب كمية المشويات اللي انا هعملها. معايا جوز الطيب مطحونة، حبهان مطحون، ورق لوري مطحون، بابريكا وفلفل اسمر. احط بقى هنا كوبايه ميه ومعلقتين خل او ربع كوبايه خل على الكميه دي، وهروح على الخلاط وهضربها. قسمتها جزئين، جزء للفراخ وجزء للحمه. بصوا بقى، الفراخ بتاعتي همسكها كده واحزها بالسكينه علشان خاطر تشرب من التتبيله، لان انا المفروض كنت اتبلها من قبلها بليله، بس الصراحه نسيت اطلع الفراخ في نفس اليوم. فعشان طلعت الفراخ في نفس اليوم اللي انا هشوي فيه الفراخ، فقررت ان انا احزها كده بالسكينه واقعدها من اول اليوم لحد ميعاد الغدا. فانا هحزها كده علشان خاطر تشرب من التتبيله كويس وكلها تبقى حقيقه وشاربه من التوابل بتاعتي. تمام. دي فكره برضو وتركايه حلوه علشان خاطر لو وقعتوا في نفس الموقف بتاعي تو ايه تعملوا نفس الطريقه. انا لو كنت مطلعاها من قبلها بيوم كنت تبلتها قبلها بليله وكانت شربت من التتبيله وبقت كويسه، لكن عشان انا الخطوه دي ما عملتهاش فاضطريت ان انا احزها كده بالسكينه، وعايزه اقول لكم كانت النتيجه هايله. هتشوفوها معايا دلوقتي في الفيديو. كانت مستويه وكان طعمها في منتهى الجمال. دي كميه الفراخ اللي انا كنت مقطعاها شيش بالشكل ده كده. هقلبها كلها بقى بالتتبيله علشان تشرب من التتبيله. بس كده. يبقى انا كده حطيت الفراخ بتاعتي كلها كده في التتبيله اللي انا عملتها. نقلبها بقى كويس جدا ونسيبها بقى لما تشرب من التتبيله لحد ميعاد الشوي بتاعنا. بصوا بقلبها كويس علشان خاطر كلها تتبل وتكون شاربه من التوابل اللي انا حطيتها. قلبيها كويس جدا وهنسيبها بقى تشرب براحتها. نيجي بقى على اللحمه بتاعتي. هقوم متبله اللحمه بالشكل ده كده. بص انا مقطعاها لان انا طبعا هشويها فمقطعاها بنفس الطريقه دي اهي. برضه هقلبها كويس عشان اشربها من التوابل، وهسيبها برضه تشرب من التتبيله بتاعتها. وبكده خلاص كده الفراخ بتاعتي اتبلت واللحمه كمان، وسبتهم علشان خاطر يتنقعوا في التتبيله او يشربوا من التتبيله كويس جدا. على ميعاد بقى بدء ان انا اشوي هطلعهم وهشويهم على طول. هيكونوا بالشكل ده كده. ايه رايكم بقى في الفيديو بتاعنا النهارده؟
خليكم معايا عشان تشوفوا الفيديو للاخر، النتيجة هايلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو لحد المقطع دوت اضغطي لي لايك يا حبيبة قلبي. انا عملت التتبيلة واحد، ما فرقتش بينهم خالص علشان خاطر اكسب وقت. ولعت بقى هنا الفحم وكمان حطيت الفراخ بالشكل دوت على الشبكة، ومن وقت للتاني كل دقيقتين تلاتة كده كنت بقلبها على الوش ده حبة وعلى الوش ده حبة لحد لما تستوي. في خلال بقى ما انا ما كنت بشوي كده قلت اما اعمل طبق طحينة حلو كده، فجبت حتة توم اللي عندي في الفريزر ونزلت عليها كده بكوباية زبادي وربع كوباية خل. هي مش ربع كوباية، ربع كوباية ممكن تكون معلقة كبيرة او معلقة وشوية يعني. نزلت بقى عليهم كده بكوباية الزبادي وكمية الطحينة اللي انا هعملها، وهقلبهم كويس كده وهنزل عليهم بشوية مية شوية مية لحد لما تفكك معايا الطحينة. حطيت شوية ملح وكمان هنزل بشوية كمون كده، قيمة ربع معلقة صغيرة كمون. هنزل بشوية مية شوية مية بالراحة بالراحة واحدة واحدة لحد لما التتبيلة بتاعتي اللي انا حطيتها دي تدوب خالص في الطحينة، والطحينة تتفكك مع الزبادي وتديني النتيجة اللي انا عايزاها. ما تنزليش بالميه كلها مره واحده علشان خاطر الطحينه بتاعتك ما تبقى سايبه وتبقى خفيفه جدا. حبه حبه كده هتلاقي الطحينه بتاعتك بقت تمام التمام. اهو بصوا بدات تتفكك معايا خالص وتبقى ناعمه وتديني نتيجه هايله. حته التومه اللي انا حطيتها دي خلت طعم الطحينه جميل جدا. انا كنت بحط لها توم فريش بس للاسف ما كانش في وقت ان انا اعمله فكسرت حته منه. وبكده خلاص عملنا المشويات بتاعتنا وخلصناها، وكمان عملت طبق سلطه حلو قوي طبعا تبع المشاوي، عملت لكم طبق السلطه ده في فيديو منفصل قبل الفيديو ده ما ينزل على طول. بصوا الفراخ بتاعتي، بصوا مستويه ازاي جميله جدا. ده نتيجة معلقة الخل والسكر اللي انا حطيتهم، وكمان عشان فتحتها كده وجزعتها بالسكينة، وكمان كنت شاوية معاها كفتة بس صراحة ما لحقتش اصورها معاكم. وخلصنا كده الطحينة، وبكده خلاص غدانا خلص الحمد لله. ايه رأيكم بقى؟ يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم ويومنا يكون خفيف ولذيذ على قلبكم. لو عجبكم الفيديو النهاردة وطريقتنا اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا إشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو وبيوصله لأكبر عدد من المشاهدين. أستودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.